أهلا بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في أفكار كتاب مميز جدا، القادة يأكلون أخيرا. طبعا المؤلف المعروف سايمون سينك اللي ناس كتير عارفاه من ابدأ بلماذا. الكتاب ده بيدور حوالين سؤال محوري بصراحة. ليه بنشوف فرق عمل كده بتشتغل بحب وولاء تلاقي الناس متفانية، وفرق تانية الناس فيها يدوب بتأدي المطلوب وخلاص؟ الموضوع فلوس بس؟ سينك بيقول الإجابة مش بالبساطة دي، لا، السر في القيادة اللي بتعرف تخلق إحساس حقيقي بالأمان والثقة، مش شعارات، لا، بيئة فعلية الواحد يحس فيها أنه أمان. خلينا نشوف إزاي. المفهوم الأول والأساسي هو دايرة الأمان. الفكرة ببساطة أنه دور القائد مش بس أرقام وتارجت، لا طبعا. الدور الأهم أنه يبني زي سور حماية حوالين فريقه. بالظبط، حماية من اللي بره، يعني السوق، المنافسين، الضغوط دي كلها. والأهم كمان الحماية من اللي جوه الشركة نفسها، يعني بيئة العمل السامة، الخوف من التصريح المفاجئ، الحاجات دي. تمام. والفكرة هنا يعني مش مثالية قوي زي ما تبان. سينك بيربطها بتركيبتنا البيولوجية. إزاي؟ لما بنحس بالأمان فعلا، إن القائد ده مهتم بينا بجد، مش مجرد أرقام في تقرير، ساعتها بنبقى مستعدين ندي أكتر، نبدع. طاقتنا بتروح للشغل وللعميل، مش إننا نحمي ظهرنا من بعض أو من الإدارة. يعني القائد هنا مش الزعيم اللي فوق، لا، ده اللي شايل مسؤولية حماية اللي معاه. بالظبط كده، هو اللي بيتحمل المسؤولية دي. طيب، ده ياخدنا لمفهوم تاني مهم، القيادة الخدمية. سينك استعان بمثال مشهور قوي. بتاع المارينز؟ أيوة، مشاة البحرية الأمريكية عندهم قاعدة إن الضباط لازم ياكلوا بعد الجنود. دي مش مجرد إجراء شكلي، لا خالص، دي رمزية قوية جدا. بتوصل رسالة واضحة، احتياجات الفريق وسلامتهم الأول. فعلا. والقيادة الخدمية دي يعني مش إن القائد يشتغل شغلانة فريقه، لا طبعا. لكن إنه يوفر لهم الدعم، يشيل من قدامهم العقبات، يحط مصلحته ومصلحة الفريق قبل مصلحته الشخصية. ولما الفريق يشوف ده بيحصل مرة ورا مرة، هنا بقى بتتبني الثقة الحقيقية. الولاء ده مش بيطلب، هو بيتزرع بالمواقف اللي زي دي. الأجمل بقى إن سينك ربط كل ده بالكيمياء اللي في مخنا، حتة الهرمونات دي. دي نقطة مهمة قوي. في هرمونات زي الاندورفين والدوبامين، ودي اللي بتدينا إحساس السعادة بالإنجاز لما نخلص تاسك مثلا. ودي مهمة، بس لوحدها ممكن تخلي الواحد أناني شوية، مركز على نفسه. بالظبط. لكن في هرمونات تانية أهم بكتير لبناء الفريق، اللي هما السيروتونين والأكسيتوسين. دول بتوع الروابط الأساس الحلوة بالانتماء والثقة والمحبة جوه المجموعة. ودول بيزيدوا إمتى؟ بيزيدوا لما نحس بالتقدير الحقيقي، لما القائد يهتم بينا بجد كبني أدمين، لما نساعد بعض. الهرمونات دي هي اللي بتبني دايرة الأمان كيميائياً جوانا. وعكسهم بقى الكورتيزول. تماماً، ده هرمون التوتر والقلق والخوف. البيئة اللي ما فيهاش أمان، اللي فيها تهديد مستمر، سواء بقى تسريح أو سياسات داخلية وحشة، بتخلي الناس عايشة في كورتيزول عالي. بالظبط. وده بيخلي الواحد في حالة دفاع مستمر، تركيزه كله على النجاة مش الإبداع أو التعاون. ده بيدمر أي ثقة وأي فريق. القائد الشاطر هو اللي بيعرف يخلق بيئة تقلل الكورتيزول ده وتزود السيروتونين والأكسيتوسين. وده يخلينا نروح للمثال العملي اللي في الكتاب، قصة شركة باري ويميلر ورئيسها بوب تشابمان. وقت أزمة 2008 الشركة كانت بتمر بظروف صعبة جدا، والحل التقليدي كان معروف، تسريح العمال لتقليل النفقات. لكن تشابمان رفض الحل ده تماماً. قال مش ممكن أضحي بالناس اللي بنوا الشركة دي معايا وثقوا فينا. عمل إيه بقى؟ بدل التسريح عملوا نظام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، بس متوزعة على الكل بالتساوي، من أول تشابمان نفسه لأصغر موظف. كل واحد ياخد كام أسبوع إجازة بدون مرتب. والنتيجة؟ النتيجة كانت مذهلة. معنويات الناس بقت في السماء، حسوا إنهم فعلا عيلة واحدة، وإن الشركة مقدراهم كبشر قبل أي حاجة تانية. إن قيمتهم أهم من الأرباح الوقتية. يعني لو هنلخص الدروس الأساسية،
القائد الحقيقي هو اللي بيخدم فريقه ويحميه. البيئة الآمنة دي مش رفاهية، دي أساس النجاح، والقيادة محتاجة تضحية حقيقية. وإن الإحساس بالانتماء والتقدير ده أقوى دافع للشغل بجد، أقوى بكتير من أي حافز مادي لوحده. فعلا. ونقطة أخيرة كده ممكن نفكر فيها كلنا، إزاي المفاهيم دي زي دايرة الأمان والهرمونات اللي مرتبطة بيها الأكسيتوسين والسيروتونين في مقابل الكورتيزول، إزاي بتأثر مش بس في شغلنا؟ تقصدي في حياتنا كلها؟ بالظبط، في علاقتنا، في أي مجموعة بننتمي ليها. إزاي ممكن بتصرف صغير قوي، بكلمة تقدير، بنظرة اهتمام، نساهم في بناء الإحساس ده بالأمان والثقة عند اللي حوالينا؟ أو العكس، ممكن ندمرها بكلمة أو بتصرف غير محسوبة. تماماً، دي حاجة تستاهل نتأمل فيها في تعاملاتنا اليومية. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.